الانتماء نفسه، الرجاء الرياضي بالعمري في الجهه اليسرى، بولكسوت في الجهه اليمنى، والمادي الاحرار للمباراه الثالثه على التوالي سيكون في حراسه المرمى. إذا هذه تفاصيل اختيارات طارق السكتيوي، مع التذكير مرة أخرى بأن أيوب مروعة الاسم الغائب عن مباراة اليوم بسبب الإصابة. منتخب زامبيا مع موانسا في حراسة المرمى، باندا 3 جديد. هذه الكرة لخالد أورخان، يوسف ميري، وممكن الضربة الأولى، وممكن الكرة الأولى، وممكن التسديدة الأولى. عماد الرياحي لا زالت مغربية مهمة، الضغط من البدايات، مهم الضغط من البدايات. في سقوط نعم. الحكم السنغالي سيوقف اللعب طبيعي، يبحث الآن عن الحلول. الجهة اليسرى مع عماد الرياحي يرفع الكرة بالراس، الراسية من أسامة المليوي. الأولى عماد الرياحي سيرفع في القائم الثاني، والراسية ممكن، لا زالت ميمري، اضرب سدد. غير معقول. هدف يضيع امام مروان الوادي. نعم، اخر لمسه مروان، الكره الاولى، الضربه الثانيه، واللمسه الثالثه. ميري في الاولى، بل عسال في الاولى، ميري في الثانيه، ومروان الوادي الى الركنيه. تلعب هذه الركنيه بالراس، والهدف يضيع مره اخرى. هدف كان قريبين جدا من التسجيل. ربيع حريمات بعد الوادي ضاع الهدف، لكن قريب يا طارق، هدف قريب، ضغط قوي جدا يا طارق. لازلنا في البدايات، والبريسينج حاضر، والهربة حاضرة، والانطلاقة حاضرة، والهدف يضيع. غريبة جدا يا ايتور خان. هذه في الشباك يا ايتور خان، وحسرة طارق على ضياع فرصة ذهبية. ضيعنا. الرياحي يرفع في القائمة الثانية، الراسية، الكرات العالية عندنا، والتسديد المتابعة، الكرة الثانية، وحارس المرمى موانسا في وسط المرمى يتصدى للكرة. ممتاز المتابعة، الكرة الثانية اختار. عموما تلعب هذه الكرة في القائمة الثاني. مروان لم يركز، أو الكرة كانت صعبة نوعا ما على مروان الوادي. أسامة الملاوي وصل الكرة على الجهة اليمنى، مرة جانبية. أول تسديدة من بعيد لمنتخب زامبيا بعد تقريبا 24 دقيقة. مرفوعة الكرة بالراس، التغطية الدفاعية لا زالت هنا، التسديد جزاء بالعمري، يرفع كرة مقوصة بعد ذلك، والمدافع تشونغو يخرجها. المنطق يقول المغرب لازم يتقدم في المباراة. مر بولكسوت، عبر بولكسوت، سدد بولكسوت، والدفاع. رأيتم هذا التكتل، تقريبا 6-7 منتخبات للدافع ب10 لاعبين. هذه انطلاقة خالد أيتور خان، هي جول، ممكن هي جول. اضرب يا أنس. حريمات يصعد كذلك، التمرير والتسديد. يا بالعمري. الفكرة ممتازة، لكن هنا الإنهاء سيء. بالعمل مثالية. الكرة هنا مرفوعة داخل منطقة جزاء، الراسية كانت في اتجاه المليوي، يا مروان. والدفاع يقول كلمته حتى الآن. ايتور خان والمليوي، 1-2 رائعة جدا. المليوي الآن، والراسية غابت. المتابعة واللمسة الأخيرة غابت في كرة ميري، في عرضية المحتسب بدل الضايع، والذي قدر في دقيقتين. والتسديدة الأحرار، مباغت هذه التسديدة. كامبامبا القائد، من بعيد. بولكسوت يمشي هناك على الطرف الأيسر، يبحث عن التسديد، وممتاز بولكسوت، يتوج مجهوداته في هذه الجولة الأولى بتسديدة أكثر من رائعة، يقدم نفسه بشكل ممتاز. لا زالت عسال يلعب كرة مرفوعة داخل منطقة الجزاء في القائمة الثاني، هي جول. الكابيتانو ربيع حريمات في المكان المناسب. ربيع جابها، ربيع حطها، ربيع نعم يضعها في الشباك. 1-0 في توقيت ممتاز للغاية. ربيع من غيره الكابيتانو حضر في المباراة الأولى، هو يسجل في المباراة الثالثة أمام زامبيا. مرفوعة الكرة في القائمة الثاني، التحضير مثالي، والإنهاء
في توقيت ممتاز. ربيع حريمات وضع الكرة ووضع المنتخب المغربي في المقدمة في نهائي محطات على مستوى التصفيات المونديالية. رفقاء أشرف حكيمي، بولكسوت، يوسف ميري، يوسف البينية، أسامة المليوي السدد، وحارس المرمى موانسا في أول المرور في خطأ. الكرة بينية ممتازة والطريق مفتوح. التسديد والكرة. ربيع حريمات يترصد يتحين، كرة عالية بالراس مرة جانبية. برافو حاول يلعب مروان الوادني. هذا هو الوادني، اصرار كبير من مروان على فكرة. انطلاقة من الجهة اليمنى، استلام وعرضية المليوي، الكرة اوت الى ضربة مرمى. يعني هذه السنة تأكيد بأن الأطر المغربية، وذكرت الأولمبية الميدالية التاريخية مع طارق السكتيوي. رد بالك يا الأحرار، انتبه يا الأحرار. والحكم يقول فيها خطأ. المهدي الأحرار على الصورة، حارس مرمى فريق الرجاء الرياضي. المكسب باش أناس، العرضية، دخول، إمكانية التسديد، الثاني. إذن كامبامبا الأحرار، برافو. أول اختبار للأحرار، لا زالت زامبيا. العرضية في القائمة الثاني، هذه خطيرة. روعة يا الأحرار في الكرة الماضية. يطير الأحرار على طريقة بونو. الأولى ممتازة والثانية تاريخية بطولية يا الأحرار يحررنا من ضغط زامبيا. هذه بطولتك يا الأحرار. ترفع ديال الكرة، مرت عالية حقيقة في المساحة. يلا يا ميري عنده الكرة الآن، يلعب الباس، التسديد لكن مرت عالية لفائدة المنتخب زامبيا. للأمام، هذه كرة أمامية في صافرة. ماذا هناك؟ الهدف. هل يحتسب الهدف لمنتخب زامبيا؟ مشاهدينا الكرام، إذن 1-1 والحكم يرفض الهدف. نعم، على اعتبار أنه هناك خطأ. شفت حركة، كنا نبادر أكثر. هنا الكرة البينية في المساحة ملعوبة. يلا الثاني سينهي كل شيء. الثاني سيحسم الأمور. هذا هو ميري يرفع كرة بالراس، والهدف الثاني أسامة المليوي. أسامة الراسية مركزة، جابها في الشباك. 2-0. الثاني يقربنا من الانتصار. عرضية يا سلام، عرضية على المقاس وبالراس حتى في الشباك. 2-0 في ظروف صعبة ضغط فيها زامبيا، ولكن ردة الفعل كانت أقوى يا طارق يا سكتيوي. هات الصورة، هات الإعادة، هنا لأسامة المليوي مميز. الهدف. زامبيا تقلص الفارق في هذه اللحظات. ردة فعل زامبيا كانت سريعة جدا. عن طريق لاعب أندرو فيري. البديل يقلص الفارق في غفلة وفي عنصر مباغتة. زامبيا تقلص الفارق مع دخولنا لل20 دقيقة المتبقية. مشاهدينا الكرام، هذه الإعادة مرة أخرى. يا ايتور خان، هل تكون القاضية يا ايتور خان في القائمة الثانية بالراس، ولكن مرت عالية. هذه المدينة الهادئة والصغيرة، ونحن نتابع هذه الكرة طرفاي المدينة الهادئة والصغيرة. الكرة راجعت مرة أخرى مغربية. الوادني. الحكم خلى الامتياز. بولكسوت بعيدة يا بولكسوت. المنتخب المغربي يكون في الصدارة، لكن الصدارة كينيا تسديدة، لكن سهلة. الثالث قريب، القاضية قريبة، القاضية نعم. اضرب الكو. الثالث يا صابر، يأتي الثالث في هذه اللحظة.
اللحظات انتهى الحوار مشاهدينا الكرام. المنتخب المغربي يحسم الأمور بالقاضية. نعم، الثالث مغربي في هذه اللحظات مشاهدينا الكرام. هكذا يأتي الجديد، المرتدة والانطلاقة واللمسة، الباس رائعة من بولكسوت وختام والصافرة. نعم، صافرة الختام وانتصار في آخر المطاف. يا طارق يا سكتيوي يعيد ويقوي حظوظ المنتخب المغربي من أجل التأهل. إذا